ام اللول وصلت مية بندورة الحلبية، ايش بدنا نطبخ؟ يلا معناتها عمل مسقعات البندورة بعبى محشي. طيبة وسهلة ومليئة والله. بتجيب تقريبا كيلو ونص بندورة. بعد ما تغسل البندورة تحط المي على النار، بتغلي المي وتحط البندورة بقلبها. مشان ايش؟ مشان تقشر القشرة، يعني ما كويس هي تفرم البندورة وهيك تطلع القشرة تفتل. ترى لوقت ما تغلي البندورة 10 دقايق بكون فرمت البصلة وفليفلة حمراء تكون شوي حدة، بتقليهم بالسمنة وبتحط لحمة ناعمة طبعا وملح وبهار وبتقليهم مع بعضهم. بعدين بتجي بتفرم البندورة فرم وبتحطها فوقها. طالعت انت المحشي غسلته منيح من مية الملح، وبعدين بتحط كاسة رز وبتحط لحمة وملح وبهار شوية دهنة. انت ما عندك دهنة حط سمنة، وبتحط مية البندورة الحامضة طبعا. حط نقطة زيت مشان هيك تتفلفل، يعني تقريبا شي معلقة، حط معلقة زيت. بتتبلهم مع بعضهم وبتحشيه تقريبا نصه، أكتر شوي زيادة. وهلا خلوني احكي لكم كيف الدبس البندورة صارت هون. خدمة مرحبا من مطار دبي اجت على البيت، شافت الشناتي وزنتهم، واذا كان في عندكم وزن زيادة بتدفعوا بنفس الوقت. بياخدوا الشناتي وبيسبقوكم على المطار. بعدين بتوصلوا على المطار، في شخص عم يستناكم من نفس الخدمة، مرحبا، بيطالعكم بهالسيارة وبتفتلوا بالمطار لتخلصوا كل إجراءات السفر، وهو معكم وعم يسهل أموركم كلها. لوين؟ على اللاونج. بتدخلوا على الفي اي بي لاونج وبتستنوا موعد الطيارة. يعني لا لبكة ولا وقفة على الدور ولا ضيع بالجيت، كله لباب الطيارة. وخلونا نرجع للطبخة. بتحط المحشي من تحت، وبعدين بترجع بتصب البندورة لفوق على الوش بتحطها، يعني بحيث انه تغطي المحشي البندورة، تكون غطيتها وحطيت لها تقلة مشان ما ينفض المحشي. وبتوطيها لتقريبا شي ساعة، بترجع بتطلع عليهم بالشوكة بالشكة. بتريد جنبه رز بشعيرية، بتريد رز صادا يعني عادي. وصحة وهنا على قلبك روحي. وهيك بتكون خلصت معنا مسقعة البندورة اللي بعبها محشي. وهاتوا لنشوف، احكوا لي هل بتعرفوا ولا هاي الطبخة؟ يا سلام. أول يوم بنعملها هيك، مسقعة البندورة مع المحشي. تاني يوم إذا خلص المحشي مثل العادة بنعملها يا مع رز يا ملول. شو بنعمل الشغلة التانية؟ إذا زاد عندي بعود بصب فوقه برغل. كتير طيبة، برغل بندورة بيصير. هلا بعد ما دقتوا مش الحال، صار شو؟ وقت العشاء. جربوها وأنا متأكد رح تحبوها، بالأخص بهالبردات. وهلا والله.